المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أمر بحبس سامح فهمي وزير البترول الأسبق ومحمود لطيف نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا، وحسن محمد عقل هو رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة المصرية للبترول السابق، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، وإبراهيم صالح محمود رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا. أمر بحبسهم النائب العام لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات في قضية تصدير الغاز للإسرائيل. كمان النائب العام أمر ضبط وإحضار رجل الأعمال حسين سالم وحبسه. المتحدث الرسمي للنيابة العامة أوضح أن التحقيقات في القضية تناولت ما شابه إجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي بخصوص طبعا تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وده ما تم اعتباره أنه جريمة الإضرار بمصلحة البلاد والإهدار المال العام وتمكن الغير من تحقيق مصالح ومنافع مادية بقيامهم ببيع وتصدير الغاز لإسرائيل. وفي خبر عاجل حضراتكم متابعينه دلوقتي معانا على الشاشة، وهو أن النيابة العسكرية تقرر حبس سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق في قضية الحمام الأولمبي، والحبس كان لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات. زي ما ابتديت مع حضراتكم الحلقة، تطورات سريعة جدا بتحصل ما بين ساعة وساعة تانية. ونكمل مع حضراتكم برضو بخصوص النائب العام المستشار عبد المجيد محمود. قرر ندب كبير الأطباء الشرعيين بكرة إن شاء الله، وبالإضافة من يرى الاستعانة به لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق الصادر بحقه قرار بالحبس الاحتياطي، وبيان مدى إمكانية نقله لسجن مزرعة ترى علشان يقضي فترة حبسه أو في مستشفى السجن ده، بعد ما النائب العام أمر باستكمال التجهيزات الطبية الناقصة في مستشفى السجن علشان يكون المستشفى جاهز لاستقبال الرئيس السابق. المتحدث باسم النيابة العامة قال في بيان رسمي ليه ان النائب العام اصدر هذا القرار نظرا لعدم نقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ لاحد المستشفيات العسكرية اللي كنا بنتكلم عنها في وقت سابق، مستشفى العسكري اللي موجود على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، وعدم ورود اي بيانات للنيابة العامة عن حالته الصحية اللي تدهورت أثناء التحقيق معاه في تهم تتعلق طبعا بموضوع الفساد المالي وقضية قتل المتظاهرين. والنهارده جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل أخلى سبيل سامي مهران هو أمين عام مجلس الشعب السابق لحين ورود التحريات. كمان اللجنة القضائية النهارده المشكلة اجتمعت لاستعادة الأموال المهربة للخارج. الاجتماع ده كان تم مع مسؤول البنك الدولي لبحث ازاي هنستعيد أموالنا المهربة للخارج. ده غير ان الجهاز قرر استدعاء خديجة الجمال هي زوجة نجل الرئيس السابق علاء مبارك وهايدي راسخ زوجة جمال مبارك لجلسة تحقيق هتكون يوم الثلاث اللي جاي لمناقشتهم في المعلومات اللي وردت في تحريات الرقابة الإدارية. إذن تم استدعاء أو تم تقرر من الجهاز الكسب غير مشروع استدعاء خديجة الجمال